اليوم شنو اللي دفعك انت تبيع اطفالك او اولادك؟ والله دفعني ابيع اطفالي ويعني بهالمأساة هاي اني اول شيء معوق حرب. يعني لا راتب عندي لا بيع لا سكن. يعني عندي 5 جهال، عندي هالاطفال اثنين قلت ابيعهم حددوا على 150 الف. لا اله الا الله. 150 الف ابيعهم في سبيل يعني اعيش. فين 150 الف؟ كل واحدة على 150. مستحيل. يعني كل واحدة على 150 ألف في سبيل أعيش إخوانهم الآخرين، لأن أنا ما عندي، أنا معوق حرب والناس تعطيني. تطلع على الناس يعني تعطيني. البيت إيجار، لا راتب لا شيء، لا يعني وين أروح؟ قل لي وين أنطي شيء؟ ما حد يساعدني، ما حد ينطيني، لا. وين دكتور؟ أنا ما دافع عن المسؤولين ولا لي علاقة بالمسؤولين. أنا رجال حقاني وأرفض كل هاي الممارسات اللي يمارسوها المسؤولين. سرقوا أموالهم، أخذوا أموالهم، طلعوها برا وما زالوا يمارسون السرقة. أنا لن أدافع عن هؤلاء الناس. لن أدافع عن أي مسؤول سرق أموالهم، وأني لن أكون مصد لهم أبدا. يعني تدافع عن المسؤولين قصدك؟ يعني أنا دا أكون في موقف، لا أنا دا أكون في موقف وكأني أدافع عن سلطة معينة مارست فشي معين بحق هؤلاء الناس. أنا ما أكون بهذا الموقف أبدا. بالعكس انت اليوم موجود بالعكس حتى تنقذهم، احنا جايبك حتى تنقذهم. أنا ما أقدر أنقذهم، الناس اللي بيديهم الفلوس باقوها، باقوا فلوسهم ومصرين على أن يبوقوها. أنا ما أقدر كل شيء أقدم لهم، يؤلمني هذا الشيء وأشعر بالخزي والعار. طيب ليش باقي في مكانك إذا يؤلمك هذا الشيء دكتور؟ شو وين أخو؟ وين مكاني؟ مكانك اليوم أنت مو رئيس الهيئة الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة؟ حبيبي أنا رئيس هيئة ذوي الإعاقة. تمام. أنا يقدموا لي ناس معوقين يروحون لجنة طبية، هذا الرجال دا يعاني كل لحظة بلحظته. هذا دا يتألم، هو معوق، دا يتألم. هذا الرجال إذا يمر بالنظام مالتي بعد سنة ما يحصل على حقه. لا إله إلا الله. إذا أنا دا أقول لك إياه هذا الرجال محتاج واحد يقول له تفضل أخذ روح عيش. وهم انطوهم لوزارة الهجرة والمهجرين فلوس، قالوا لهم انطوهم، أخذوا الفلوس بجومهم وانهزموا. لا إله إلا الله. ما عندي استعداد أنا أدافع عن فلان وعلان. تكمل الحلقة وياي ونحكي هذا الكلام؟ لا ما أقدر أحكي أنا هذا الكلام، ما أقدر. هذا راد له ناس قوة جبارة تغير الوضع. الوضع سيء إلى درجة يعني واحد يقول لي أنا عندي تريليون ناطيتني الدولة حتى أصرفها على النازحين وعلى كذا، ما تعطيها ايش تنتظر؟ ايش تنتظر؟ ومنين جابن هاي الفلوس؟ هي الدولة ناطت اياه. يريد يعينوهم، يريد يذبحهم على مسطرة، هذا هيجي وذاك هيجي حتى ينطي الفلوس، انطي الفلوس ده يقول لك أنا تعبان. وما يقدرون يعينوهم؟ ليش ما يقدرون يعينوهم؟ اليوم بس ابدا افهم، اليوم وزاره العمل ما تقدر تعين الفقراء؟ لا هاي مو وزاره العمل، هاي منو لعت؟ هاي مأساة الهجرة والمهجرين، عندها تريليون دينار. بلد ده يحترق وده ينباق وكل واحد ده ينهش بلحمه. لا اله الا الله. لك الله يا الفقير، لك الله يا الفقير. لكم الله. شيل عيني هاي. لكم الله، لكم الله. هذا الموقف يعني مؤلم بالنسبه لي، يعني ما اقدر اتحمله يا اخي، ما اقدر اتحمله هذا الشيء. اقعد اباوع عليهم، شلون يصير هذا الشيء؟ لا تريد انت تنسب لي جلطه يلا. يعني طبيب اطفال، انا اشتغل الاطفال المعوقين، يجي يقول ما عندي فلوس اشتغل له مجانا. اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فذكر قدرة الله عليك. بس اذا اليوم انت بمكان المسؤولية ومسؤول وقدرتك خلتك انه تظلم الناس، فتذكر الله سبحانه وتعالى. بس هيك لك يا حبيبي.